السلام عليكم بنات. بغيت نشارك معكم الرأي ديالي الصريح بخصوص البنت الفلسطينية اللي كل شيء كيبارطاجيو وكيقول عايرات المغرب. بصراحة أنا شفت الفيديو ديال الأب ديالها مني هدر، وشفت البنت اشنو قالت، ساشون أن الفيديو ديال البنت يعني ماخذين أكيد فيه تقطيع، أكيد فيه واحد المقاطع اللي مقطعين، ماشي كله، ماشي الفيديو لايف كيف ما قال. فانا ما كنشوفش ان كاين عيب او كاين غلط ان البنت ملي غيقولوا لها اما احسن لك المغرب او فلسطين فغتجاوب فلسطين، فعادي جدا. يعني انا غتسولوني ام احسن المغرب او فرنسا، ولو انني عايشه في فرنسا واكله خيرها وخدامه فيها وفضلها عليا فوق 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 فوق، اكيد غنقول لك بلدي، اكيد المغرب. فهذا احساس عادي، يعني احساس بالانتماء الى البلد الام. ما نقدروش يعني واخا البلد يكون فضلوا علينا ما عرفت كيفاش، علاش كتفرحوا بان حنا كمغاربه كنبقاو تقول لا فرنسا المغرب مغربي، كتفرحوا كديروا لينا الدرابوات وبرافو كبرت ببلادها. ساشو ان هاد البنت مني كبرت ببلادها ما عجبكمش الحال، فانا كنلقى ان الامر ما زوينش. حاجه اخرى، فالاخ اللي معاها استهزأ بها، يعني قال لها انت جايه لاجئه للمغرب وكتاكلي تاتا، فردها وهو مقيم يعني بدولة أوروبية، فكان الرد ديالها يعني رد دبلوماسي ورد أي واحد ممكن يجاوبه، بأنها قالت ليه فإذا كنت أنا متشردة فأنت كذلك متشرد، اش كدير في العفة بحال حبذا يعني ما يظلمش. ومرحبا بها في بلادها المغرب وفلسطين، وحنا المغرب أخوة، والمغرب كيبقى بلدها الثاني اكيد اللي ضامنها وعايشه فيه. وما كنظنش ان البنت غلطت، وبركه من الشحنه الزائده.